في الجزء الأول من سلسلة ابتكاراتي في بيتي عملنا تجديد، ونفتكر مع بعض كده اللقطات الجميلة دي. تجديد المطبخ، عملنا الشغل الخشبي الجميل ده وحطينا فرع النور، وعملنا ديكورات المطبخ كلها من إعادة تدوير. عملنا مقابض خشبية، الستيكر حطيناه على المطبخ، وكمان حطيناه على الرخامة. الألوان ومزيج وكان حلو جدا جدا، نشكر الله وعجبكم. هنكمل السلسلة في جزء تاني وتالت ورابع لغاية لما نخلص ونشطب المطبخ خالص، واوريكم كل الأفكار اللي عندي بإذن الله. بنفضي الرخامة دلوقتي كلها من الديكورات بتاعتنا، وهغسلها كويس جدا جدا واشيل من عليها اي غبرة كده ونسيبها تنشف براحتها. انا كنت وعدتكم ان هعمل يعني هنعمل خطوة حلوة مهمة جدا، نحمي الستيكر ضد الخدش وضد ان لونه يبهت والكلام ده كله. هننفذها النهاردة ان شاء الله معانا في الفيديو. ما تنسوش اللايك بتاعكم الحلو، مشاهدة جميلة ويلا نبتدي. واكيد انتوا حاسين دلوقتي ان انا اكني داخله بقى هعمل عمليه جراحيه، بس هو الصراحه التعامل مع المواد الزيتيه دي بيبقى عايز الاحتياط واجب يعني. دهنت ايدي كويس جدا بالكريم، كريم نيفيا ده حلو قوي عشان تقيل يمنع اي حاجه تلزق على ايدك. وده الورنيش بتاعنا اسمه ورنيش اخشاب اورا، هو ابن حلال وحلو كويس كده ويعني قوامه خفيف، فحلو ان يتفرد معاكي على السطح. واستخدمت نفط الدبابة نزوده شوية عشان يخف معانا وينشف بسرعة. وبعد كده زي ما احنا شايفين نبتدي بقى نوزع، احط خط خط واسحبه للاخر. اول ما يتسحب كله من على السطح ونحس ان السطح خف من الدهان، نحط خط تاني لغاية الاخر خالص. في ايدينا بقى لازم تبقى حتة قماشة قطن حلوة متطبقة حلو كده، تبقى مفرودة ومبرومة زي اللي في ايدي كده، ونبتدي بقى نسحب بيها كل الورنيش على السطح. علبة الورنيش دي بحوالي 20 جنيه، ممكن تعملك المطبخ كله. ممكن تعملي مثلا طبقتين تنشف وتعملي تاني، بس مشكلتها انها هتاخد وقت كبير في انها تنشف. اي مشغولات خشبية بنشتغل بيها على القناة يا ريت تدهنوها بورنيش، هتحميها من ان انت تقدري يعني لو اتسخت معاكي تقدري بعد كده تنضفيها بكل سهولة، وتحميها من مية والتشققات، وتديها لون حلو كده. بصوا كده انا كده فردت خالص الدهان، وبعد ما اخلص خالص ابتدي من الاول والاخر كده اسحب بالشكل ده، عشان لو في اي فقاعات تروح، في اي تكتلات برضو تروح. طريقة حلوة جدا، وهي هتخليكوا تحفظوا يعني الستيكر يبقى كويس معاكوا اكتر وقت ممكن. وهنا كمان بدهن زي ما قلت لكم كل المقابض الخشبيه اللي احنا عملناها في الحلقه اللي فاتت او في الفيديو اللي فات مع بعض عشان تحميها ضد الماء. وبرضو هدهن عارفين التقفيله اللي تحت الحوض، برضو هدهنها. وهدهن الاطار، انا كنت حاطه معاكم مقابض زي حديد، هشيلها برضو واعمل مقابض خشبيه هنشوفها دلوقتي. بصوا لمعتها عامله زي اكنك ده القمايه كده بالظبط، بس هي احساس الطبقه اللامعه دي هي دي اللي هتدي بقى الحمايه القصوى يا جماعه. ودي المقابض اللي قلت لكم عليها. وطبعا عايزه اقول لكم التقفيله دي عمليه جدا، وموضوع الستاره ده بقى قدم، فحسيته ان شيك جدا جدا وبقى متناسق مع بقيه المطبخ. الجزء التاني هوريكم اختراعات وابتكارات حلوه قوي هنعملها مع بعض. وعايزه اوريكم هنا الفرق مش حاجه ما بين يعني هو بس ما بين الستيكر الاصلي والدهان، لمعه بس بسيطه بس حماه. تيجي تحركي حله، تيجي تحركي كوبايه، طبق، لو تحتيه اي حصوه او اي حاجه بيخدش السطح، فهتزعلوا قوي يعني. ممكن تحسي بعد اسبوع واحد تحسي ان اتخدش وتبقى عايزه تشيليه. ودي الوحده اللي كنا عملناها مع بعض برضو هعزلها ان شاء الله واعملها عشان تبقى حماية ليها أكتر ضد الخدش. أتمنى يكون الفكرة عجبتكم، مستنينه في أفكار تانية كتير. سلام.